السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنوريكم حاجة جديدة جدا. تنجيد الصالون من الأول للآخر. احنا بنوريكم كده الشغل معانا، الكراسي بتاعة الصالون والصالون نفسه، بنفك الصالون من أوله لآخره، تمام، والكراسي، وبننجدها من أول وجديد. هنوريكم كل حاجة بقى بتتحط في الصالون، يعني من ساعة ما بنحط القماش والسفنج والخيش، كل الكلام ده بيتفور وبنبتدي نحطه من أول وجديد. احنا زي ما انتم شايفين كده في الفيديو معانا، بنوريكم من اول خالص، يعني بنفك الصالون حتة حتة عشان نوريهولكم تمام على الخشب، على الخشب خالص، والكراسي نفس الكلام. احنا كنا عند العميل، هو طلب ان هو ننجد له الصالون دوت ونعمله له من اول وجديد. زي ما انتم شايفين حالة الصالون عاملة ازاي، متهالكة. بس احنا نحيي له الصالون بتاعه ونوريكم كل حاجة بالتفصيل. تابعونا كده، تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل حاجة جديدة. زي ما انتم شايفين كده، احنا بنعمل برضو طبقة السفنج. بنجيب السفنج برضو معانا عند العميل عشان نوريكم كده، بص، الحقيقة كلها ايه اللي بيحصل في الصالون، عشان محدش يغشك ويقولك هاتهولي وبعد كده تلاقي ان هو بيحط لك حاجات وحشة. فاحنا بنوريك الحاجة هنا في القناة، كل حاجة بنوريها لك بكل تفصيلة. معلش احنا بنطول عليكم بس عشان نوريكم، يعني بنوريكم الاستيك كمان اللي بيتحط، تمام. الاستيك ضروري جدا جدا ان هو يتظبط بطريقة معينة، زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، لازم عشان الكرسي ما يهبطش. وبنوريكم برضو الصالون، برضو بننجده برضو بطريقة زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده معانا في الفيديو، يعني عشان بس ما نطولش عليكم، ده كده باستفاضة، ده الشغل بتاعنا، تمام. الزبون بيطلبنا واحنا بنروح له لحد البيت، تمام. واي حاجة انتوا عاوزينها على القناة موجودة. الاستفسارات عن اي حاجة موجودة معانا، تمام. شغلنا طبعا بيتكلم عننا، ومش محتاجين نقول لحد عن شغلنا ايه مميزاته، يعني الناس هي اللي بتقول يعني. والكلام ده هتسمعوه في اخر الفيديو عن طريق العميل، هنشوف وهو بيقول ايه. حبينا كده نوريكم كل حاجة وكل تفصيلة كده معانا، من اول ما بنستلم الشغل لحد ما بنسلمه للعميل. ده الشغل بتاعنا يعني. قناة عم محمود المنجد دايما بتمتاز بالتجديد. وبنروح كل حتة يا جماعة، يعني بنروح كل حتة. واستنونا في حلقة من داخل مدينة السويس، هنوريكم كل حاجة جديدة هناك. الناس طلبتنا على تصليح مراتب سوسته وتنجيد مراتب، هنوريكم كل حاجة عندنا. زي ما انتوا شايفين كده، ده الشغل اهو. بنجيب القماش برضو معانا، وبنجيب كل حاجتنا معانا، تمام، والكمبروسر وكل حاجة. وانت بتبقى قاعد بتتفرج على الشغل بتاعك قدام عينك، زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي جينا لكم اهو في الطقم اهوت اللي احنا قلناها لكم زي ما انتوا كده شايفين كده. اتفضل يا باشمهندس. استاذ مجدي، اتفضل اتفضل. اه
هو كده واخد بالك انت. وادي معانا اهو الاستاذ مجدي معانا اهو صاحب الشغل. بالله عليك يا استاذ مجدي ايه رايك في الشغل؟ لا الله ينور ما عليك. تجاملش عشان احنا هنخش بيوت ناس. الله ينور عليكم والله يا عم محمود، انت شغلك 100 100 محترم، ما انا بقول ومعاك لك ناس محترمه. الحمد لله. وادي الشغل اهو زي ما انتم شايفين. معانا كمان الاستاذ احمد كمان معانا عامل الصالون اهوت. اقعد جنب اقعد جنبه اهو. اقعد اهو. اهو معايا برضو الرجاله اهوت برضو ايه يعني عامل شغل معاه كده اهو. ده برضو الراجل دوت اللي عامل الشغل اهو. واد عم محمود كمان هينزل قدام منكم دلوقتي كده اهوت على الشغل ايه ده على الشغل